النهارده هعرفكم ازاي تعملوا العيش الفينو زي اللي بنشتريه من الافران بالظبط. عملت من كيلو دقيق 35 رغيف فينو اكتر كمان بعجينه قطنيه وهشه جدا بدون حليب بدون بيض، وتكلفه اقل بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره، وهيطلع معاكم طري جدا من غير ما يكون مكتوب من جوه، وتستخدموه في اي حشوه انتوا بتحبوها. انا متاكده لو جربتوه بالطريقه دي هيطلع معاكم زي الجاهز. احفظوا الفيديو ده للمدارس والجامعات. اول حاجه هنبدا بيها العجينه. هنحتاج كوبايه ونص من الميه دافيه، مهم تكون دافيه علشان الخميره تتفاعل. بعد كده هزود 6 معالق كبار من السكر. واهم حاجه في عجينه الفينو بالذات نوع الخميره اللي احنا نستخدمه تكون فعاله جدا. انا استخدمت الخميره البيره، ممكن تستبدلوها بالخميره الفوريه، لكن في المخابز بيستخدموا النوع ده علشان خاطر بتساعد على التخمير بسرعه كبيره جدا. وهنحتاج كمان كيلو دقيق عليه نص معلقه صغيره من الملح، وهنقلبهم مع بعض. ونوع الدقيق مهم جدا في الفينو بالذات، لان الفينو محتاج دقيق يكون عرق او جلوتين، فاستخدموا دقيق عالي الجلوتين او متعدد الاستخدامات او خاص بالمخبوزات. ممكن تستخدموا اللي هو 5 ستارز، بيدي نتيجه حلوه جدا. بنقلب كده الكميه على الميه اللي احنا حطيناها، ونبدا نقلبها مع بعض، ونخلي جنبنا كوبايه ميه دافيه ونفضل نعجن فيها. الفينو بيحتاج مراحل في العجن، مش بنعجنه مره واحده علشان خاطر اكون الجلوتين او العرق اللي قلت لكم عليه. هو ده اللي هيخلي الفينو مظبوط جدا زي الجاهز. بعد ما لميت العجينه وخدت كفايتها من الميه، هزود معلقتين كبار من الزبده الطريه بحراره المطبخ. لو مش متوفر الزبده ممكن تستبدلوها ب3 معالق كبار من الزيت النباتي. المهم تلموا العجينه وتخلوها طريه وملساء معاكم. طيب هم اصلا في المخابز مش بيضيفوا زبده ابدا، بيضيفوا زيت علشان بس انا حابه العجينه يكون لها طعم حلو. احنا ما ضفناش حليب يديها طعم، فجربوها بالزبده والنتيجه هتعجبكم. هنجيب الطبق اللي احنا عجننا فيه وندهنه بدهنه بسيطه زيت او زبده، ونحط العجينه ترتاح لمده 15 دقيقه بالظبط. بعد كده بنقلب العجينه على الرخامه او السطح اللي هنشتغل عليه، ونقسمها زي ما انتم شايفين كده. علشان كل اسطوانه هنقسمها كويرات صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده. ممكن تكبروا القطعه عن كده شويه لو حابين الرغيف كبير، لكن انا عملته نفس اللي احنا بنشتريه، يعني بنفس الحجم. لو وزنتوها بالجرام فهيطلع معاكم تقريبا 50 جرام، وانا صراحه يعني وزنت كل الكميه بالجرام علشان خاطر تطلع معايا كلها مظبوطه. كورتها كلها لحد ما بقت كده زي بعضها، وهنغطيها ونسيبها على جنب. مش هتخمر، لا هنبدا ان احنا نفرد فيها على طول. الفينو في ناس بتعمله بطريقتين، يا اما تدهن السطح الزبده او زيت، وغالبا زيت يعني، او ترش دقيق. وهقول لكم دلوقتي ايه الفرق ما بين الاتنين والنتيجه هتطلع عامله ازاي. اول حاجه بدات بدهن السطح الزبده وفردت العجينه زي ما انتم شايفين كده. العجينه لازم تكون طريه معاكم بس مش بتلزق في الرخامه. وهبدا ان انا الفها زي الاسطوانه، ودي اهم حاجه. يعني نقفل الخط كويس جدا والجوانب كمان، علشان خاطر الخط ده مع التخمير ممكن ينفتح. والخط لازم يكون في اتجاه واحد، يعني مش ملفوف حوالين الرغيف كده يطلع شكله حاجه تانية. فهمتوا ازاي؟ بعد كده هجيب قطعة كمان وارش عليها الدقيق، ونتيجة الدقيق احسن بكتير من الزيت، لان في النهاية بيطلع معاكم الرغيف مخرفش كده من فوق. علشان لما ندهن السطح باي مادة دهنية بتضطر العجينة، فلما بنلفها بتلاقوها مش واخدة وضعها ولا شكلها الحلو. تمام. القطعة التانية رشيت عليها رشة من الدقيق، وبدأت ان انا اقفل الخط والجوانب زي ما انتم شايفين كده. وده بيكون الشكل بتاع الدقيق منتظم جدا جدا عن اي مادة دهنية. كررت كل الكمية وحطيتها في صاج دهنته بدهنة بسيطة من الزبده، وهسيبه يخمر في الفرن. لازما يكون دافي، هياخد معاكم من ساعه لساعه ونص. والفرن الدافي بديل للمخمر اللي بيستخدموه في المخابز. دهنته بشويه من الحليب ودخلته فرن يكون سخن على اعلى حراره عندكم لمده 10 دقائق من تحت او 12 دقيقه. ياخد لون من تحت، نطفي من تحت ونولع من فوق ياخد لون. واول ما يطلع بتبخ عليه شويه من الميه وتسيبوه متغطي كده علشان يطلع معاكم طري. ونصيحه مني ما تدهنوش وشه اي حاجه، لا حليب ولا غيره، هيطلع معاكم لونه جميل. هما في المخابز مش بيحطوا له اي حاجه وبيطلع معاكم حلو زي كده. اتمنى من كل قلبي الطريقه تكون عجبتكم، وتقولوا لي رايكم في الكومنت وتشاركوها مع اصحابكم عشان يستفادوا. اشوفكم على خير. باي باي.